قال كمال الحيدري في الدقيقة الرابعة من برنامج الأطروحة المهدوية التي أذيعت يوم 7/7 سنة 2010: المشاهد الكريم على ذكر مما ذكرناه في البحث السابق من نقول الشيعة بالمعنى الذي هم فسروا، يعني يحب عليا وانحرف ماذا؟ عن معاوية. هذا هو الشيعي عندهم. إن لم تستحي فافعل ما شئت. هذا من الكذب على أهل السنة والجماعة، وهذا الكذب لا يخفى على أجهل الناس. فمنذ متى كان هذا هو تعريف الشيعي عندنا؟ وأي شخص يدعي أنه على حق لا يحتاج إلى أن يثبت هذا الحق الذي معه بالكذب. كيف لشيخ كبير ومعمم أن يخرج على الفضائيات ويكذب على أكثر من مليار مسلم؟ هذا هو الإسلام الذي يدعو إليه كمال الحيدري، الكذب؟ وهل سنستأمنه لاحقا؟ وهل يمكن للشيعة أن يثقوا بشيخهم؟ أترك الحكم للمنصفين.